الرواية اللي غنتكلم لكم عليها اليوم هي روايتنا، كتبها الكاتب المغربي طارق بوشنيف وحنا أبطالها. علاش كتكلم روايتنا؟ تصوروا معايا تكونوا مجموعة ديال القراءة كتناقشوا واحد الكتاب في بث على التيك توك، فجأة واحد القوة غريبة وعجيبة كتنقلكم من داك البث لواحد العالم آخر، عالم فانتازيا مليء بالمغامرات اللي ما عمركم حلمتوا تعيشوها. أشنا هي القصة الموازية؟ كل واحد فينا من أبطال الرواية عاش تجربة عميقة بأحاسيسها، كفرد وكعضو من المجموعة، صغير وكبير، وهذه هي قصة كل واحد فينا. تابعوا معنا. Assalamu alaikum. I'm so excited for the book to come out, and I'm excited to be in the book as a character. I'm excited to meet the rebels, especially the chief Iman. J'adore les histoires, surtout avec des personnages rigolos, et dans celle de mon père. Je suis une rebelle marrante. Je suis contente de faire partie de ce groupe de rebelles, et j'aimerais trop les rencontrer un jour. Surtout notre chef, Imen, l'esprit de la bande. شكرا لطارق على روايتنا الجميلة. شكرا انه ضافنا كلنا في الرواية، انا وعيسون وماما ونسرين وعلاية وإيمان وكل حد، يعني على الأقل يابنا قوة، يعني لنا شخصيات يعني غير عن المنزليين. يعني احنا ناس منزليين ما عندنا قوة خارقة، انا عندي اتحكم بالحشرات. انا ما توقعت من طارق انه يقدر يسوي رواية، حسبته بس شخص يقراها. يعني قلت طارق يسوي رواية، قلت جلب، قلت كيف يعني سوى رواية؟ ويعني بعد ما خبرتني الرواية استمتعت، الحمد لله. قلت إن عندي قوة خارقة، قلت أطير، قلت لا. قلت عندي قوة النار، قلت لا. قلت أجمد، لا. وطلعت واحدة أحسن منهم على ما أظن، إني أتحكم بالحشرات. والله يعني مثلا واحد يبغى يخطفني، أجيب العنكبوت سام يقرصه يعضه يموت وبس. ها كان كل شيء. شكرا يا طارق على روايتك الحلوة اللي فيها مغامرات وأشياء جديدة ما توقعناها. شكرا لك جدا ومع السلامة. أنا أميرة من الإمارات، أحب الكتب والقراءة، وأفضل مكان بالنسبة لي هو المكتبة. في مكتبتي أجلس أقرأ الكتب والروايات وأرتبهم على الرفوف، وأتخيل نفسي في العوالم اللي أقرأ عنها كأني أعيش فيها. قبل فترة فتحت بث على التيك توك، وتجمعوا عندي مجموعة من القراء من دول مختلفة. حبيت نقاشي وياهم عن الكتب والقراءة، وكونت معاهم صداقة جميلة. وقت ما كنت أقرأ فصول رواية الكاتب طارق كنت أقرأها مع إيمان ونسرين، عشنا فيها مشاعر جميلة، وكانت تجربة مختلفة أن نقرأ فصول رواية كل فترة عقب ما يرسلها طارق. بعض الفقرات والحوارات ضحكنا فيها، وبعضها أثرت فينا بشكل كبير. نقاشنا وحماسنا كان يزداد مع كل فصل نقرأه، ويكون عندنا فضول نقرأ الفصل اللي بعده. أشكر طارق على هذه التجربة المميزة، ونتريا تتوفر الرواية في المكتبات.
عسلامة، أنا نسرين. إن شاء الله باش تكتشفوا شخصيتي في رواية الكاتب طارق بوشنيف. أول حاجة حبيت نشكر أستاذ طارق بما أنه أعطاني فرصة أن نكون بطلة ضمن رواية، وهذه حاجة فرحتني برشا. حبيت زيادة نشكر صحباتي إيمان وأميرة اللي عدينا مع بعضنا وقيت حلو برشا ونحن نقرأه في الفصول متاع القصة، وكانت مشاعر وأحاسيس مختلطة بين الفرح بين الحزن بين التشويق. زيادة نحب نوجه تحية للمتمردين الكل وسورتو نوف اللي وسعت بالها معايا في الفيديو. نحبكم برشا برشا. هذه رسالة للكاتب المبدع جدا طارق وللقراء العزيزين جدا. أنا وايد ممتنة كوني شخصية من شخصيات هالرواية اللي دايما طارق يذكرنا إنها روايتنا، يعني مو روايته هو فقط، لا، جمعتنا، هي روايتنا، الرواية اللي حبيتها قبل حتى لا أقراها. يكفي إنه يكون الكاتب هو طارق. رواية علقتنا في بعض وقربتنا إحنا القراء، ومو بس كذي، قربتنا حتى من الكاتب نفسه طارق. شكرا طارق لأنك خليتنا مخلدين في كتبك. شكرا لأنك حولتنا إلى ذلك العالم الموازي، العالم اللي جمعنا كلنا. شكرا لأنك عطيتنا الفرصة بأن احنا نعبر عن ما بداخلنا وأن نوصل رسالتنا عبر هالرواية. رحلة مؤثرة جدا جدا جدا. السلام عليكم، معكم عبدو من ليبيا، شخصية من رواية أستاذ طارق المتمردون. في بدايتي في البتوت دخلت مع راشد أميرة وأستاذ طارق أستاذ إيمان، ودخلنا الجروب وقعدنا نتناقشوا في الأحداث والرواية. مرت بيناتنا أيامات جميلة، ناقشنا في الأحداث، يومين نفتحوا بث ندرزوا، ومرت الأيام قاعدة نتناقشوا في الأحداث والحوارات والشخصيات. أهلا ومرحبا بالجميع، أنا أيمن من المغرب، وأتيت كي أحدثكم على انضمامي لمجموعة المتمردين بفضل كاتبنا المغربي المبدع الأستاذ طارق بوشنيف، حيث أنني تشاركت مشاعر الفرحة والمودة والإخاء بين كل فرد من هذه المجموعة، وذلك من خلال بثوث مباشرة كنا ننظمها ونجتمع فيها ونناقش مواضيع حول هذه الرواية. فمن هذا الفيديو أقدم لكم تحية وشكرا خاصا يا أيها المتمردون، وشكرا خاصا كذلك للأستاذ طارق على منحنا هذه الفرصة لكي نجتمع ونتناقش، حيث أننا كونا أصدقاء وعلاقات جديدة مع بعضنا البعض. هناك من لم نكن نعرفهم منا وتعرفنا عليهم، وهناك من كنا نعرفهم وازدادت علاقتنا ومحبتنا عندما التقينا واجتمعنا في هذه الرواية. وأنا جد متحمس لصدور هذه الرواية، أنتظرها على أحر من الجمر، وكل متمردون ينتظرون هذا العمل. كان معكم أيمن، واحدا من المتمردين. وداعا. السلام عليكم، أنا اسمي نصر الله، عمري 19 سنة. كان عمري 18 سنة عند بداية كتابة الرواية، والآن عمري 19 سنة. من موريتانيا، أحب الكتب والشاي. في يوم من الأيام كنت أبحث عن بثري قراء مثلي، حتى طاحت عيني إلى بثري مجموعة من القراء كانت تتناقش وتتكلم عن الكتب. تعرفت عليهم وانضممت لهم، جماعة متعددة وخيرت بها. خلقوا يوم تعرفنا على كاتب اسمه أستاذ طارق، كاتب وخيرت به. حتى في يوم كنا نتكلم عن كتب كالعادة، إلين قال عنه له عدلنا رواية يضمنا فيها كشخصيات. بقيت الفكرة حتى وزيانت عندي،
وتشوقت عني لين نعود جزء من الرواية. في فترة كتابة الرواية تعرفت أكثر على مجموعة المتمردين اللي كنت أنا واحد منهم، وباقي شخصيات الرواية. منهم واحدين كنت نعرفهم سابق الرواية، ومنهم واحدين تعرفت عليهم عن طريق الرواية. كانوا رواقيش متعدلين، عاملوني أحسن معاملة، ومنهم واحدين قاع ما نقدر نوصفهم بهم تعداد. كنت باغات نسمع شي من تسريبات الرواية، فيها وحدات صادمة وفيها وحدات جميلة. نتمنى من دار النشر أن تعجل في نشر الرواية، كان نعيش الأحداث عن طريق تقريب صفحات الكتاب. السلام عليكم، أنا دعاء من المغرب، وأنا قارئة صغيرة في عمر 16 سنة. بكل صراحة ما كنتش متوقعة أنني نقدر نلقى أصدقاء في مكان عفوي بحال البث، ولكن الحمد لله لقيت ناس كنحس معاهم بالراحة بالرغم من اختلاف الدول واختلاف الأعمار. كل واحد فيكم عطاني ضحكة، فكرة أو لحظة ديال الفرحة، وهذا الشيء بصراحة غالي عليا. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الطاقة الإيجابية وعلى أنكم كتحسوني أنني جزء من هذه المجموعة الرائعة. بغيت نشكر صديقتي إيمان اللي هي كانت السبب الرئيسي في أنني تعرفت على هاد الناس الرائعين من خلال هذا البث. إيمان كانت جسر ديال الصداقات اللي دخلت لقلبي البهجة. شكرا على أنك ديما كتكوني حاضرة في حياتي وكتعطيني الفرصة نتلاقى بناس كيشاركونا نفس الطاقة الإيجابية. بكل صدق بغيت نشكر الكاتب المغربي المبدع طارق اللي بكل صراحة شكرا على هذه الفرصة اللي منحتينا باش نكونوا جزء من هذه الرواية. كان شرف كبير لي أنني نلقى اسمي مرتبط بهذا العمل المميز، وهذا الشيء بصراحة كنعتبره من أجمل الهدايا اللي توصلت بها. الرواية ماشي غير كلمات مكتوبة، بل تجربة عشناها بفضل إبداعك. شكرا لكم كاملين. السلام عليكم، أنا حليمة من المغرب. أنا قارئة وعندي 16 سنة. عشت تجربة رائعة وجميلة مع أصدقاء مميزين من دول مختلفة اللي عرفوني على ثقافات جميلة وجديدة. استمتعت بزاف بأني نناقش أفكاري معاكم، وشكرا بزاف أنكم اعتبرتوني جزء من هذه المجموعة الرائعة وأنكم ديما حسستوني بالإيجابية. كنبغي نشكر صديقتي دعاء اللي بالفضل ديالها تعرفت على هذه المجموعة الجميلة، وكنشكر صديقاتي إيمان وأميرة على صبرهم وطيبة قلبهم، وكنقدم جزيل الشكر للكاتب المبدع المغربي طارق اللي منحني أفضل فرصة وتجربة عشتها في حياتي. تحمست بزاف لأحداث الرواية، خصوصا بأن الشخصيات مرتبطة بأسمائنا. الرواية ماشي مجرد أسطر مكتوبة، بل مصدر سعادة. السلام عليكم، أنا عبد الله، قارئ وكاتب. اسم شخصيتي هي عبود. أول شيء أحب أشكر السوشيال ميديا لأن عرفتني على ناس جديدة وأصدقاء جديدة من جميع البلدان، وأنا كنت قاعدة ببيتي، وعشنا مع بعض الفرح والحزن والمغامرة، وأخذنا رأي بعض في الكتب ورسم الشخصيات، وطبعا ما يخلى بث لو احنا فاصلين بالضحك، وفعاليات عبدو والجولة في مكتبة أميرة والصدى عند نسرين. وايد شنو أذكر وشنو أخلي. وتسريبات طارق اللي كانت تحمسني كل يوم إني يعني أحتل العالم أقرأ الرواية. وميكس الفصل الأغاني عند هاجر وحسين وعبود أبوي كان شيء مستحيل ننساه. الموضوع خلص بسرعة مع أنه بس قعدنا فيه شهرين، لكن لكل بداية له نهاية. مشاعر متضاربة مع بعضها في النهاية، لكن والنهاية لا نقول وداعا، إنما نقول إلى اللقاء في يوم جديد. أتمنى تنال إعجابكم الرواية، وأنا طبعا واثق في الكاتب. شخصيتي عبود. مع السلامة. أنا إيمان من المغرب، وبالضبط من مدينة الصويرة، موغادور.
وتقريبا عامين هادي باش مقيمة في الدار البيضاء. القراءة كانت عندي منذ الصغر، هي الصديق والرفيق. بديتها مع بداية تعلمي القراءة والكتابة، وكانت ولا زالت بالنسبة لي المتنفس والعالم ديالي الممتع. من بعد نهار طويل ديال الستريس والعمل في مدينة كبيرة كيف مدينة الدار البيضاء كنلجأ ليها. وشحال كيكونوا زوينين دوك اللحظات ديال القراءة المسروقة في طريقي للخدمة أو في العودة ديالي منها. نهار قررت أنني نشارك الكتب اللي قريتها مع الناس في التيك توك. ما عمرني قلت أنني غنتعرف على ناس جميلة ورائعة بحالكم، اللي كانوا بحال النسمة الحلوة اللي ضافت بزاف ديال الفرح لجانب الاستفادة لحياتي. جمعنا بيت أميرة، وكان هو مكاننا الافتراضي اللي كنتلاقاو فيه كل يوم، ومرة عند أصدقاء آخرين، ومنه بدا كل شيء. الكاتب طارق بوشنيف اقترح علينا نكونوا أبطال في قصة جديدة فكر يكتبها. وافقنا بكل حماس، ومن ذاك النهار وحنا عايشين واحد الحماس عمرنا ما عشناه. واحد الشعور اللي هاد الفيديو ما كافينيش باش نوصفه لكم، ولكن نحاول نقربكم منه. ماشي القصة فقط اللي جمعتنا، بل جمعتنا صداقة قوية نسجناها بيناتنا، اللي لا اختلاف الدول أو الثقافات كان حاجز فيها. وكل مرة كيكونوا تسريبات في البث إلا والحماس والفعاليات كيوصلوا للألف. شنو نوصف لكم؟ روعة أميرة وبثوثها، نسرين وإخلاصها وجمال روحها، عبدو فعاليته اللطيفة، المتمردين الصغار أو لصوص الزمن في القصة، دعاء، أيمن، عبد الله، نصر الله، حسين، حليمة وغيرهم من الصغار اللي عفويتهم دخلت السرور على حياتي، راشد ومغامراته، أحمد وأحاديث التاريخ، وديما ونيلة وعبير وشغبهم اللطيف، شروق الكيوتة ولا هجر وترحيبها الرهيب، وغيرهم من الأصدقاء اللي وخا ما كانوش معنا في القصة، ولكن حماسهم معنا خلى الأجواء أكثر روعة. ولا نعود لكم على قراءتنا الجماعية مع فريق العمل، الكاتب طارق ونسرين وأميرة وأنا، اللي ضحكنا، تناقشنا مناقشات غنية جدا وبكينا، خلتها أميرة وايد مشاعر، وتعليقات نسرين اللي كنت حمس نقراها مع الفصول. هاد البنية كتبان حشومية، ولكن عندها واحد الحس كوميدي رهيب، كتخليني نضحك ونبكي في نفس الوقت. وأميرة مسكينة اللي ديما كنخليوها بدون نوم مع فارق الوقت اللي عندنا. تقريبا 44 يوم ديال الحماس ومفاجآت متواصلة، ومن أكثر المفاجآت الجميلة كانت نوف سبحان الله العظيم، اشنو غنقول عليها؟ ربي خلق من الشبه 40 وأنا لقيت وحدة. شحال كانوا احتمالات اللقاء؟ ما عرفت. شبهتي في كل شيء، طريقة التفكير والأحلام والهوايات. صحيح ماشي بالتوأم متطابق، ولكن إلا حطيتينا حدا بعض تقول هادو خواتات، رغم أننا من دول مختلفة. مشاعر كتيرة وكبيرة وجميلة، وكل هذا بفضل رواية جمعتنا في الخيال ولقات أرواحنا في الواقع. نسجها لنا الكاتب المبدع طارق بوشنيف طريقة ولا أروع. شكرا لك طارق، ما كنتيش فقط كاتب بل أخ وصديق اللي سمح لنا نعيشوا كل هاد الشيء اللي عشناه، وحققتي أحلامنا المستحيلة في قصة رائعة. شكرا، كلمة معمرها ما غتوفي حقك. كنشكرك بزاف. أجمل ما في حياة الكاتب ماشي هي القهوة أو الأناناس، إنما هم القراء. طبعا هذه حقيقة ما كيختلفوش على اثنان، وأنا شخصيا عشت تجربة لأزيد من 3 سنوات، وكانت رحلة مليئة باللحظات الجميلة. تشي فرحة ما كتضاهي فرحة الكاتب وهو كيشوف صدى الكلمات ديالو كيلامس القلوب ديال القراء، باش تشوف أفكار كتسلل من بين السطور وتوصل لأرواح القراء وتعيش معهم كل تفاعل ونقد، هو شعور لا يوصف. داكشي اللي كيجعل أن علاقة القارئ والكاتب ليس مجرد تواصل عابر، إنما هو أعمق. داكشي اللي خلاني أنني نجعل علاقتي بالقراء أكثر خصوصية، وكعربون امتنان لكاع الناس اللي ساندوني بالقراءة ديالهم، قررت أنني نكتب رواية جديدة من نوع فانتازيا ونجعل القراء هم أبطال الرواية. التجربة ما كانتش مجرد كتابة عادية،
وإنما مغامرة تجاوزت كل التوقعات. حتى طريقة الكتابة كانت مختلفة، حيث أنني كونت فريق ديال 3 قارئات متعطشات اللي هما أيضا من أبطال الرواية، إيمان، أميرة ونسرين، وكنت فور الانتهاء ديالي من كل فصل كنرسلو ليهم باش نناقشوها، وكأننا كنا باغيين نوصلوا لواحد كمال أدبي. في أواخر الرواية ولينا كنعملوا قراءات جماعية، واللي ما توقعناش هو داك الحماس العارم والمشاعر الجياشة، وطبعا مادام هناك قارئات ومشاعر إلا وهناك دموع. والتجربة ما اقتصرتش غير على فريق العمل، بل شملت أيضا لصوص الزمن أو المتمردين اللي هما شخصيات في الرواية كما هو في الواقع، مجموعة شباب يعشقون القراءة. كنا كنعملوا بثوث في تيك توك لساعات كنعيشوا فيها الأجواء ديال الرواية بدون ما نحقوا. طبعا بعض المرات كنت كنعطيهم بعض التسريبات، وأجمل تسريب هو قصة العبد والأناناس، طبعا اللي غتبقى قصة غامضة تتقراو الرواية إن شاء الله. هذه التجربة أكدت لي بأن الكاتب ما كيكتبش بوحده، إنما كيكتب مع قلوب القراء ديالو.